صدور واقف يطلق النار على الصوار. ايوه صح. الحمد لله الحمد لله. وحكمت على المجلس العسكري يوميها الشرطه ترجع هناك ما تخشش الميدان نهائي، حق الناس تعتصم لحق. ليه ما تدعوش يا جماعه ان الميدان كله يتحد؟ ان شاء الله سيتحد الميدان وتبقى منصه واحده. كان يفترض ما يا ريت نصفي نفسنا عشان الثوره دي تكمل، عشان الثوره تكمل لازم نتحد ان شاء الله. في الدكتور عمر والناس المحترمين هيعملوا الفكره اللي انت بتقولها لسه بيتكلموا فيها دي ان شاء الله باذن الله. انا عايز افهمكم حاجه يا جماعه. البرادة او الفتوح مظهر شهيد. اي حد يمد الثوره بصله، في ناس اصلا شغاله بتاخد تدريب بتخطط ازاي تشوه صوت الراجل ده، ازاي يشوه صوت الراجل ده. 6 ابريل هل هي 6 ابريل؟ طب والله انا بتحدث مع واحد من الاخوان هناك، و6 ابريل معتصمه، انا على اتصال بيهم عند مسبيرو، وحصل مشاكل بين الاخوان وبعض المعتصمين هنا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي 6 ابريل ولا ده الكلام. قلت له يا نهار ابيض، هو كلام الحزب الوطني النظام القديم ما اتغيرش. كيف الاخوان؟ الحزب الوطني قاعد معاك في الصينيه يا استاذ. كيف الاخوان؟ قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا راجل اتكلم بعقلك مش بعقل الحزب الوطني، مش بعقل النظام، اتكلم بعقلك انت. قال لي انا بقول لك 6 ابريل. لو كان لا فكر الناس ما اتغيرش. ما بص، عدونا الاول قبل اسرائيل هو الاعلام المصري، هو الاعلام المصري، فهو الاعلام المصري. الاخوان اثبتوا شوف، الاخوان اثبتوا اليوم ليكم، وقد اثبتوا من قبل لنا احنا، اثبتوا ان هم عملوا صفقه مع النظام البائد سابقا، صفقه مع النظام البائد. والدليل على كده في منتهى البساطه. والبنت اللي اتعرض دليل على هذا، تقدر تقول لي ايه الفرق؟ ايه الفرق بين الناس اللي كانت بتروح تقدم شكاوى لمجلس الحزب الوطني، مجلس شعب الحزب الوطني فتح سرور، ويربط نفسه بعمود النور قصاد مجلس الشعب ويسيبوه فترة، وبعد كده امن الدولة تروح جاية واخداه وشداه وشايلاه وتمنعه من مقابلة اي نائب، وتمنعه من الدخول لبوابة مجلس الشعب لتقديم طلباته، وهو احد افراد الشعب المتظلمين. بس كان بيسمحوا له انه يقف كام يوم في حدود انه يعبر عن رأيه، وممكن يعطف نائب ويجي يجيله ويقول له طلباتك وياخد منه الورقة. في النهاية خالص لما يطول في المدة امن الدولة تروح شقطاه. ما الفرق بين هذا وبين منع شباب الاخوان النهاردة، او قول بجد شباب امن دولة الاخوان النهاردة في مصر، منع المتظاهرين من الوصول الى مجلس الشعب لتقديم طلبات الثورة لرئيس مجلس الشعب؟ ما الفرق بين فتح سرور وبين الكتاتني؟ يمكن فتح سرور كان اشك شوية، ينزل لهم عضو من الاعضاء يمكن ياخد منهم مقابلة في الشارع وياخد منهم الورق، وكان ممنعهم من الدخول. اما ده منع من الدخول ومنع من التعبير، وعدوان ايضا على كل من يريد ان يعبر، مع ان النائب ده المفروض ان هو وكيل عني انا وانا الاصيل، المفروض انه يسمع لي. لو كانوا بيحترموا الشعب وإرادة الشعب اللي قاعد ماله الدنيا صداع الإرادة الشعبية، لكان نزل رئيس مجلس الشعب وطلب وفد من المتظاهرين دول 10 أفراد، دول تعالوا قولوا لي مطالبكم إيه، ويديهم بجد موعد زمني يرد عليهم فيه بعد يومين أو 3 أو 4. يبقى ده راجل فعلا متحضر ومجلس متحضر وبيعبر عن شعب. أو مشغول خالص ينزل عضو من أعضاء أو وكيل من الوكلاء أو رئيس لجنة من اللجان يقابل 10 أفراد من المتظاهرين يقول لهم طلباتكم ايه، وياخدها ويوعدهم انه يعرضها حتى ولو بالباكش كده، ان هنعرضوهم على المجلس وفوتوا علينا بكره يا سيد او الاسبوع الجاي نقول لكم هنعملوا ايه. يبقى اسمه كده بيحترم الاراده الشعبيه، بيحترم الشعب، بيحترم انه انتخب باسم الشعب. اما انه لم يفعل وجابوا استدعوا القوات الخاصه لشباب امن دوله الاخوان، فهنا تبدو الصفقة في كل أجل صورها أن الإخوان
تعاملوا مع مجلس عسكري على صفقة، ولا يعنيهم الشعب ولا يعنيهم البلد، انما يعنيهم مصلحة الجماعة ومصلحتهم الخاصة. صح. هذه هي الكبيرة الرابعة من أكبر الكبائر السياسية التي سقط فيها الإخوان المسلمين، الكبيرة الرابعة التي ستعجل بالقضاء عليه. أول كبيرة لما دلسوا على الشعب بنعم عشان الشريعة، وكانت كذبا وزورا، ولم تكن الشريعة مطروحة لا في لا ولا في نعم، وكان هناك الجميع مجمع على ديانته الإسلامية الأولى والمسيحية للمسيحيين، باعتبار ان احنا مجتمع متدين بطبع. ودلسوا على الشعب ثانيا بالتعديلات الدستورية لأنها لمصلحة الوطن، ثم كانت التعديلات الدستورية نكبة على الدستور ونكبة على مستقبل مصر السياسي. كانت كبيرتهم الثالثة بالتوافق مع المجلس العسكري في الانتخابات، وكانت الكبيرة الكبائر انتخابات من أغرب الغرائب، لا تمثل الشعب وإنما تمثل لعبة من أخطر اللعب، لعبة الكراسي الموسيقية التي تجعل النائب يدوخ في دوائر وليس في دائرة، وتجعل الناخب لا يعرف من سينتخب، ويضطر إلى أن ينتخب أي حد بأي صورة عشوائية وليس بطريقة علمية. وكانت كبيرتهم أيضا الثالثة في رفض سعد الكتاتني والإخوان قبل ما يخشوا المجلس ويجتمعوا، رفضوا أن تنتقل السلطة من المجلس العسكري الرئاسية من المجلس العسكري إلى رئيس مجلس الشعب لفتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية خلال 60 يوم، حتى يطول أمد وجودهم في السلطة والكرسي، ويطول أمد المجلس العسكري، وتطول أمد النكبات اللي بنعيشها بسبب سوء الإدارة الحالية. وكانت الكبيرة الرابعة من أكبر الكبائر التي وقع فيها الإخوان اليوم، مجلس شعب الإخوان يجتمع بالصواعق النهاردة بقوات شباب الإخوان، قوات أمن الدولة الخاصة لدولة الإخوان، بالصواعق وبالعصي وأيضا بالمطاوي، حتى أصابوا شباب الثورة ويزعمون أنهم يمثلون الإرادة الشعبية. لنا معهم حساب، وحساب الله أكبر إن شاء الله.